بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن على طريق الهدى بين الطائف ومكة، وبالضبط عند ميقات أهل الطائف، ولهما ميقاتان: ميقات السيل الكبير، لكن الذي توقفنا عنده نحن هو ميقات وادي محرم. فمن هذا المكان، وبالضبط من هذا المسجد، يحرم ويدخل في النسك كل متوجه إلى مكة حاجا أو معتمرا، وهذه من واجبات النسك. ومن ترك الإحرام من هذا المكان وتجاوزه دون ذلك فتترتب عليه فدية، وهي ذبح شاة يتصدق بها على فقراء مكة. والذي وقت هذه المواقيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل. وقرن المنازل يحاذيه هذا الميقات الذي نحن فيه، وهو ميقات وادي محرم، ومن كليهما يحرم أهل الطائف ومن جاء من جهتهم.